أستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. أقسم راني نقسم بالله العلي العظيم، يا المستوى اللي وصل له المغرب، يا اللي راه هارب علينا بآلاف السنين وآلاف السنين. الله تحفر بيديك وكرعيك واسنانك، الله ما نقضبوه، ندخلك كاع في راسك. جزائري راه يهدر معاك من داخل الجزائر. المغاربة باش يروحوا للحج ممنوع عليهم يعقبوا على الجزائر. الإسلام الإسلام هو اللي جمعنا، وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد. اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما يدوا حقهم ومن بعد نسمعوا الخير على بعضنا بعض. فيش والتلفيق والامور هذه وفي حتى شقالة حسنية يقول لك يا ودي فتحوا الحدود والصحراء. لا، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية. الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال، حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذا إنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم، ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين أكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، مادام انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان، يعني المعادلة بسيطة. سيدنا السلام عليكم ورحمة الله، متابعي مشاهدي قناة مغرب 2030. دائما معكم أخوكم سيمو، يأتيكم بأخبار ومستجدات أعداء الأمة جارة السوء الجزائر والمحيط الخارجي للمملكة المغربية. أخبار بأعين العرب مشاهدينا الكرام لما وصل إليه المغرب والمغاربة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردود أفعال متباينة. كيبقى السؤال المطروح اللي بغيتكم تجاوبوني عليه مشاهدينا الكرام، وهو علاش جارة السوء لا زالت لحد الساعة تتنكر للحقيقة وتتنكر للخير اللي سبقوا المغرب من أجل الجزائر. علاش الجزائر وبعض المسؤولين الجزائريين وبعض المواطنين، ماشي كل شيء بطبيعة الحال، وبعض الحاقدين والذباب الإلكتروني اللي مجند من طرف الجنرالات والكبرانات ديال العسكر، علاش حاقدين على المغرب؟ في نظركم ما هو السبب الرئيسي اللي خلى هاد المسؤولين كبرانات العسكر الجزائري يكونوا أشد حقدا عن إخوانهم المغاربة بأعدائهم أو أعداء الأمة من النصارى واليهود؟ في نظركم علاش؟ بينما نجد بالمقابل أنه المغرب مع بعض الدول الأخرى كيكونوا نقاشات وحزازات، ولكن كيبقى الحب. وغادي نعطي مثال على جوج ديال الدول، مصر وتونس، كيكونوا بعض المناوشات بيناتهم أو لا بعض الاختلافات كتكون وسوء تفاهم، ولكن العلاقة كتبقى طيبة ما بين مسؤولين سياسيين. الشعبين بيناتهم كيبقاو في واحد العلاقة طيبة، شكر ومودة. المغرب صاروخ ما شاء الله، اخلاق، امن، امان، البنيه التحتيه ما شاء الله. ما والله ما فرحت ياسر، فرحت بزاف ونحبوكم برشا والله. ما كنتش تصور المغرب كيف كان. انا درت محسوب درت 6 دول، كاس افريقيا وبين كاس العالم 8 بالنسبه للكومبيتيشن هذه نتاع المقابلات الافريقيه ولا العالميه. ممتاز جدا، مروك ممتاز. لو جيت الرباط هتتصدم بجمال وشوارع المدينة. بص الشارع عاملة ازاي؟ تقريبا مفيش غلطة في الشارع. من اجمل مدن المغرب. طبعا المغرب كلها جميلة ومنظمة، ولكن اكتر حاجة ملفتة هنا هي شجر البرتقال. هتلاقيه طول ما انت ماشي في شوارع الرباط. لكن بالمقابل كنلقاو
أن العسكر والمسؤولين السياسيين العسكريين في الجزائر، ومنهم بعض الشعب الجزائري اللي هو مغسول له الدماغ ديالو، ومنهم أيضا الذباب الإلكتروني. هذيك هي المهمة، هي تشويه، فهموا هذه القضية، تشويه صورة المغرب. خصهم يقلبوا لك على أي ثغرة، وحتى لما لقاو شي ثغرة المهم يفبركوا وحاولوا يصنعوا لك أزمة أو لا خلل أو لا ضعف. دركا المراركه باش يشريو الزيت يشروها بالتقسيط، يدير دوسي كما قلت لكم، دوسي فيه وثائق، فيه قداش راكم في الدار، قدا راك تخلص، ومنا شكون اللي يخدم في الدار، يروح للبلديه يستخرج هذاك الوصل، بهذاك الوصل يروح للسوبيرات، اي سوبيرات، لانه الان المراركه الزيت اللي راهم يعايروا بينا احنا جزائريين يقولوا بلي احنا ما عندناش الزيت، هما المراركه يحلموا بها. نوصي الخوتي يا ولدي يشرو بالكاس، والله يا خوتي غير يشرو بالكاس ولا يشرو في الساشيه هاك، يقول له عطيني 2 كيسان تاع زيت اليوم هنا نطبخوا منا، عندنا ضياف وكلش، هما يقوموا بالضيف، ما نكذبوش على رواحنا، حتى واسمو يعطيها لك نورمال، لا ما نزيدوا في التفاصيل. في نظركم مشاهدينا الكرام، علاش الجزائريين كيحقدوا على المغرب؟ وغادي هنا غنعطيكم أمثلة من مصريين وتونسيين وجزائريين. هذا النداء لشعب الجزائر عامة، جيشا، حكومة وشعبا. إخواني، من اليوم فسعيدا ورب الذي خلق السماء والأراضين، لم يبقى مروكي في الجزائر، لم يجنس مروكي هنا في الجزائر، لم يبقى مروكي هنا في إدارة الجزائر أو مستشفيات الجزائر. كافة تحكم داي رقاع، احنا رجال غادي تكون المولى تاع رؤوف، يا بصح صهاينة راهم باينين عليكم، ما غادي تكونش. اوكي، مقاطعة من قطر الجزائر، مروكي ما يقعدش في الجزائر. سيد كاش خواضر، سيد ما تنفعش بكم. تحيا الجزائر وتحيا عمي تبون. غادي نبداو مشاهدينا الكرام من بعد المواطنين الجزائريين اللي عارفين هاد الحقيقة، ونسمعوا شنو كيقولوا على المغرب. علاش نتوما حسابين؟ حنا نهار ديناكم الظافر قلبوها في الرباط، وقلبوها في طنجة، وقلبوها في كازا، وقلبوها في الريف، وقلبوها في الحسيمة، ويغنوا كاع معانا وكاع فرحانين معاهم. افرح له يا طحان انت وهو، راهم خاوتنا، ما عندنا حتى مشكل مع المغاربة. هذا فرحني بزاف، وانا مروكي كنحب الجزائريين بزاف. تقول لكم الخوه ديالنا، ورجعوا ربي ان شاء الله يحلوا الحداده، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يحلوا الحداده، يا ربي يا ربي يحلوا الحداده ان شاء الله. وديما الجيريا، ديما الجيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتخروا بالفوز ديال المنتخب الجزائري، ونتمنى ان شاء الله حتى المنتخب المغربي ديالنا يلعبوا ولاد الشعب ان شاء الله، ويجيبوا لنا شي نتيجه بحال هذه، وشكرا. الجيريا لعبوا الكره، لعبوا بالروح القتاليه، ماشي بحال يعني اللعبه ديالنا داروا شويه بعض الاغلاط، ولكن واخا حنا ما وصلناش نهائيات، ولكن ماشي مشكل، فرحنا البلد الشقيقه ونتمناو لهم التالق من العوامل الاخرى ان شاء الله. Parce que ça fait très longtemps où... المغرب والعربي والجزائر والمغرب نحلوا لنا الحدود. انا جزائري من وهران، سي بون 3 ايام تاع الطريق انا نتمشى، نحلوا الحدود. الله يرحم الوالدين، ويكتب خيركم المغاربه، يعطيكم الصحه، نسمعوا القنوات صحافة الزيكو. غنعطيكم غير مثال، وغادي نمشي معكم مثال وداك الشيء مرتب. سمعوا صحافة الزيكو، الحقد بالقواعد ديالو، بالنظام ديالو، بالضوابط ديالو، هذا ماشي خير، هذا ماشي محبة أو الأشقاء، هذا الحقد الشيطاني. سمعوا كيف هاد الناس هادو مجهزين
لقصف المغرب وتبخيس صورته. وإحنا من هذا المنطلق قناة مغرب 2030 فقط ندافع عن أرضنا وبلدنا وشعبنا ومقدساتنا، منها الله الوطن الملك، باش بالحجة والبينة وبالحق المبين. فمشاهدينا الكرام، اشتركوا في هذه القناة وديروا لنا لايك ودعمونا باش نواصلوا الدفاع عن أرضنا من هؤلاء الخبثاء. يلا اسمعوا لي صحافة الزيكون، نعطيكم واحد الشانتيو ونكمل معكم. لا أنا باش تقول لي المغرب يدي كأس العالم هو ما كانش قادر على استضافة كأس أفريقيا، هذا حرام. الفكرة وصلت، المغرب ستكون من الدول المستضيفة لمونديال سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال. الحديث الآن على عدم جاهزية المغرب لاستضافة كأس إفريقيا. كأس العالم أي بلد يمكن أنه يستضيف مع ملف مشترك، باسكو علاش يدرك ملعب واحد ربما ولا ملعبين كأقصى تقدير. والله يا يوسف واحد تقول له أنايا مازال مانيش واجد في لاكوب دافريك، هم يقولون واجدين، هم قال لك ديروها لنا في الصيف. يهضر معايا بالوقت. دونك تحس بلي كاين حاجة، كاين مؤامرة، كاين كواليس، ماشي كواليس، هذيك أكثر من كواليس راهي دايرة. غلطة بزاف بلي المغرب بلد كبير وتعطي له كأس العالم المغربي الحر على باله ماهيش يعني عطاوها لك يعني بلدان وصوتوا عليه. يا ربما يتمنون العيش في الجزائر. كل الدول التي زرتها وأقسم بالله على ما أقول شهيد، لم أرى قط في حياتي بلد مؤمن أكثر من الإمبراطورية المغربية. وأدعو كل الأحرار والحرائر الذين يريدون زيارة الجنة الدنيوية قبل نهاية الكرة الأرضية يزورون المملكة المغربية. المغاربة باش يروحوا للحج ممنوع عليهم يعقبوا على الجزائر. الإسلام هو اللي جمعنا، والجغرافيا هي اللي جمعتنا، والتراب هو اللي جمعنا، والتاريخ هو اللي جمعنا. أقولها لكم من هذا المنبر، كان ما جاتش المغرب كان بنبلة وبومدين والشادلي وبوضياف وزروال وبوتفليقة ونزار والتوفيق والقايد صالح والتفون وشنقروحة ما وجدوا على إطلاق في الصورة. أقسم لكم. لماذا تقول هذا يا غالي؟ لأن المغرب هم اللي شحموهم، هم اللي شربوهم، هم اللي وكلوهم، هم اللي عطاو لهم السلاح، هم اللي عطاو لهم الصوارد، هم اللي عطاو لهم الجوازات تاع السفر. بوتفليقة وصحابو كانوا يسافروا بدي فو باسبور ماروكان في لي زاني 50 et le début des années 60. Les accords d'avion داروهم أكل دي فو باسبور ماروكان. كانوا يفواجيو بالطيارات تاع الرويال اير ماروك. أزيدكم من الشعر بيتا. La fédération marocaine de football a été bannie, exclue من la FIFA, من la fédération internationale de football. لا لشيء، فقط لأنها احترفت بفريق جبهة التحرير الوطني وداروا معاهم في ليبيا ان تورنوا انترناسيونال باش يعرفوا بالقضية الجزائرية. هذه برك تكفي باش تحلوا الحدود وتقولوا احنا شعب واحد وتطلبوا منهم السماح. لكنكم بندية لا تؤتمنون. غانيك تشيت المخزنة مشبعينك. قاعدة شرعية تقول البينة على من ادعى. أنتم تدعون بلي أنا نسلك في المخزن وفرنسا والإنجليز والأمريكان ونتنياهو ونبقاو في المغرب. جيبوا البينة وقولوا للشعب الجزائري بلي هذا الناس هم يسلكوا فيهم المغرب. ما جبتوا لا بينة. انتم دولة عندكم 200 مليار دولار في العام تنهبوا فيها، ما يقدرتوش تجيبوا دليل واحد. استحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات.
أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. أقسم راني نقسم بالله العلي العظيم، يا المستوى اللي وصل له المغرب، يا اللي راه هارب علينا بآلاف السنين وآلاف السنين. الله تحفر بيديك وكرعيك واسنانك، الله ما نقضبوه، ندخل عليك في راسك. جزائري راه يهدر معاك من داخل الجزائر.